أهلا وسهلا بكم في وصفة اليوم. حنعمل اليوم اندومي إلهام اللي بتعمل كبسة إلهام الشهيرة. في مقلاة على النار حنضيف بصل مقطع قطع صغيرة وحنحمره لحد ما يبقى لونه ذهبي، وبعدين حنضيف طماطم مقطعة قطع صغيرة برضو حنشوحها على النار، وحنضيف صلصة معجون طماطم حنخليها تتسبك شوية. حنضيف هنا دبس رمان، لو عندك صويا صوص برضو ممكن تضيفيها، وحنخليها تتسبك كويس جدا جدا جدا. بعدين حضيف موية مغلية، حضيف كمية مناسبة لعدد قطع الاندومي اللي عندي. هنا أضفت بهارات مشكلة لتعزيز الطعم، وبعدين استعملت الاندومي حقت كيلوكس، حقتهم حلوة شديد، وأضفت لها البهارات حقتها. هنا حقلب الاندومي، طبعا المفروض كان أكسرها قبل ما أضيفها للطبخة. هغطيها واخليها 3 دقايق تتسبك، وهنا بعد ما خطيتها في صحن التقديم. لو قلت لكم طلعت جميلة لياتو درجة ما حتصدقوا، جربوها وما حتندموا.